قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تنوي محافظة تعز بكافة أبنائها وشرائحها الاجتماعية والسياسية والشعبية استشهاد المناضل الوطني الكبير الشهيد الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى إثر الحادث الإجرامي الإرهابي الغادر والجبان الذي تعرض له مع فخامة رئيس الجمهورية الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله يوم الجمعة في 3/6/2011 بمسجد دار الرئاسة مقر إقامة رئيس الجمهورية أثناء تأديته مع كوكبة من رفقائه من أركان الدولة وقادتها الأجلاء لصلاة الجمعة في حادثة إجرامية أماطت اللثام عن الأهداف الوضيعة والغايات الخسيسة من بعض أحزاب اللقاء المشترك والعصابات المتحالفة معها، ومن وقف معهم ودبر لهذا الفعل المقيد والعمل العدواني الحقير متجردة من كل القيم الأخلاقية والأعراف الإنسانية لتبرز معها أبشع صور القبح والحقد والكراهية. ومحافظة تعز تأسف لهذا النتيجة الكارثية الوخيمة التي أسفرت عن استشهاد خيرة أبنائها ورموز ثقافتها وسلميتها ومدنيتها وعراقتها الأصيلة الأستاذ النموذج والمثال عبد العزيز عبد الغني الذي جسد طوال فترات حياته ذلك الداعية السلمي والفيلسوف والمفكر والإداري المحنك ورجل الدولة من الطراز الرفيع والنادر، وتعلن شجبها واستنكارها وإدانتها الشديدة والرافضة لهذا العدوان الهمجي القذر، فإنها في ذات الوقت تؤكد إصرارها الثابت على المضي قدما نحو تجفيف كل ما نابع الشر والإرهاب وتقويض دعائم التخريب والضرب بيد من حديد على يد العابثين والمأتورين وشداد الآفاق من عصابات الإفك المشترك التي أنتجت هذا الإثم المشترك كنتيجة حتمية لما قدموا عليه من تصرف عدواني بربري وهمجي استهجنته كل شرائع السماء ونماويس الحياة وأفضى إلى مقتل العديد من رجال الوطن، وفي مقدمتهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رجل الإجماع الوطني الذي لم يختلف عليه أحد. يا أبناء محافظة تعز الأحرار، لقد أزهقت عصابات المشترك ومن يقف وراءهم روح الرجل الوطني الفذ وداعية السلام الزعيم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني ليقدموا للعالم أجمع صورة واضحة لمشروعهم التآمري الإرهابي، وهم يقودون مجاميع من شبابنا وزهرات أبنائنا إلى غد معتم ومؤل فاجع ومصير كارثي لا تستقيم معه الحياة. فإذا كان رجل بقامة هذا القلب الكبير الذي فقدناه اليوم والذي عرف بتعايشه السلمي مع الناس ومع المعتركات التي تعاقبت عليه والمنعطفات التي مر بها غير مكترث بالأصوات التي عابت عليه هدوء قلبه وسلمية مواقفه وحضارية تصرفاته، وهو ينشد لليمن خيره واستقراره. فكيف يمكن لليقين أن يتسرب إلى قلوبنا أن هؤلاء الناس دعاة خير وقد طالت أيديهم الملوثة دماء الأبرياء والضحايا والآمنين من إخوانهم وأبناء جلدتهم؟ يا أبناء محافظة تعز الشرفاء، ها هو التاريخ يعيد عليكم قراءة نفسه لتدركوا بفقدان الأستاذ الشهيد عبد العزيز عبد الغني أن الشر لا يثمر غير الشر، والنفوس المريضة لا يمكن أن تصبح بشيرا للخير، والقراصنة الأوغاد لا يمكن أن يتحولوا بين عشية وضحاها إلى رسل سلام. فقد عرفهم شعبنا واختبر قدراتهم في كل محك مضي لتنكشف معادنهم المزيفة وبخس توجهاتهم وقبح مخططاتهم، فالريح لا تبشر بغير الزوابع والنار لا يتمحض عنها سوى الدخان. هذه هي الثورة الموعودة التي أرادها قطاع الطرق وأساقفة الضلال ودهاقنة الموت وتجار الحروب والأموال ممن عاتوا في اقتصاد الوطن، وزعيمهم المهووس بتصدير الإرهاب من جبال صعدة على مدى حروب 6 إلى محراب مسجد دار الرئاسة بصنعاء. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم، صادر عن أبناء محافظة تعز. كما رفع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر قبائل اليمن برقية عزاء لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في استشهاد المناضل الكبير رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبد العزيز عبد الغني، جاء فيها: قال الله تعالى:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. بأسف بالغ وحزن شديد تلقت اللجنة التحضيرية لمؤتمر قبائل اليمن نبأ استشهاد المناضل الوطني الكبير ورفيق دربكم النضالي الطويل الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشامي العام، متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر ذلك الحادث الإرهابي الذي استهدف فخامتكم ومعه كبار رجال الدولة، ومنهم الشهيد عبد العزيز عبد الغني. واللجنة التحضيرية لمؤتمر قبائل اليمن أصالة عن أعضائها ونيابة عن كل الأخوة أعضاء مؤتمر قبائل اليمن من مشايخ ووجهاء وأعيان وأفراد ترفع إلى فخامتكم وإلى جماهير شعبنا اليمني قاطبة أصدق التعازي والمواساة باستشهاد الهامة الوطنية الكبيرة الذي استشهد من أجل الوطن ومبادئ الوطن وثوابته بعد أن أفنى جل حياته رحمه الله شريكا فاعلا لفخامتكم في بناء أسس الدولة اليمنية الحديثة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. واليمن برحيله لا شك قد خسر مناضلا جسورا ورجل دولة من الطراز الأول، ولكن عزاؤنا جميعا أننا سنظل نسير على خطى ذلك الرجل الوطني العظيم الذي ستظل مآثره نبراسا لنا ولأجيالنا تحت قيادتكم التاريخية الرشيدة. وإذا كانت قوى الغدر والإرهاب التي استهدفتكم أنتم وكبار رجال الدولة ونالت من حياة شهيد الوطن الراحل الأستاذ عبد العزيز عبد الغني، فإنها لم ولن تنال من الوطن ووحدته وثورته ومبادئه الخالدة التي وضعتم مداميكها ودافعتم عليها، وكادت حياتكم تذهب ثمنا للوطن وثوابته. الأخ الرئيس، إن اللجنة التحضيرية وخلفها تلك الجماهير من قبائل اليمن ووجهائها تطالب الدولة والحكومة والسلطات المختصة بسرعة القبض على من ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء في مسجد دار الرئاسة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للشريعة المطهرة والقانون. وفي الأخير لا ننسى أن نخص بالتعزية الصادقة أسرة الشهيد الراحل فقيدنا جميعا، وكذلك إلى كل زملائه ومحبيه، سائلين الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان بهذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.